النور قطع فجأة، والضلمة كانت زي حيطان بتطبق عليا. كنت لسه راجع من شغلي بالليل، الساعة يمكن كانت حوالي 12. كنت عايز أوصل بيتي بسرعة. أنا أحمد، شاب عادي 28 سنة، بشتغل في محل موبايلات في وسط البلد. كنت دايما باخد الطريق اللي جنب المقابر عشان أختصر الوقت. الناس كانت بتحذرني، بلاش تمشي هناك بالليل، المقابر دي فيها حاجة مش تمام. بس أنا كنت بضحك وأقول دي خرافات زمان، إيه الكلام ده اللي ما يتصدقش. كنت بفكر إن دي مجرد قصص قديمة زي اللي بيحكوها عن الجن والعفاريت، وما كنتش باخد بالكلام ده. الليلة دي الجو كان غريب جدا، كان برد شديد، والضباب كان كتير قوي، زي ما يكون السما نازلة على الأرض. ريحة التراب وريحة الموت مالية المكان، ريحة تقيلة، ريحة جثث قديمة متعفنة مخلوطة بريحة تراب مبلول. الصمت كان مخيف، مفيش غير صوت رجلي وهي ماشية على الأرض، وكل خطوة بتطلع صوت مزعج. المقابر كانت على يميني، صفوف المدافن القديمة شكلها قديم ومتشقق، ونور ضعيف بتاع لمبة الشارع جاي من بعيد بخلي زي شكل ظل حواليا كده، أكن حد عمال يرقص أو أشباح حواليا. عادي، قلت مش مشكلة، كل دي تهيؤات. فجأة سمعت صوت همس خفيف جاي من وسط المقابر. حسيت زي ما يكون حد بينادي عليا، أحمد، أحمد. صوت هادي رقيق، بس في حاجة مرعبة، زي ما يكون جاي من مكان بعيد جدا وفي نفس الوقت قريب قوي. وقفت مكاني، قلبي بدأ يدق بسرعة. بصيت حواليا، مفيش حد. الضباب ما كانش مبين أي حاجة، بس الصوت جه تاني، والمرة دي أوضح. أحمد، تعالى. حسيت البرد زاد، وحسيت إن جسمي اتجمد في مكانه. قلت لنفسي ده خيالك يا أحمد، مفيش حاجة. بس الصوت مسكتش، كان بيجي من ناحية مدفن قديم، من رخام اسود كده، شكله لوحده في حتة بعيدة عن بقية المدافن. الغريب إن الباب الحديد بتاعه كان مفتوح، كان فيه ضلمة، كان من جوه ضلمة قوي، زي فتحة تودي العالم تاني. حسيت إن في حاجة بتشدني، زي ما يكون مغناطيس بيجذبني للمدفن ده. مش عارف اللي خلاني أقرب، الفضول، الخوف، ولا حاجة تانية خالص. رجليا كانت بتمشي لوحدها، وكل خطوة كنت بحس إن الأرض تحتي طرية زي الطين. لما قربت من المدفن، ريحة غريبة طلعت، ريحة موت قديمة زي جثث، معها ريحة دخان. قلبي كان بيدق زي الطبل، حسيت إني مش قادر أتحرك. دخلت راسي جوه، وفجأة إيد بيضة زي التلج طلعت من الضلمة ومسكت دراعي. كانت إيد باردة زي التلج، ضافر طويلة وصفرة شبه المخالب. صرخت بكل قوتي وحاولت أخرج نفسي، بس الإيد كانت ماسكة زي الحديد، مش عايزة تسيبني. سمعت الصوت تاني، بس المرة دي كان قريب قوي، زي ما يكون في ودني. صوت بيقول انت ليه جيت؟ انت مش من هنا. كان صوت خشن، مش صوت بشري، كأنه جاي من واحد ميت. رجعت لورا بكل قوتي لحد ما لقيت سابتني، وجريت زي المجنون. بس وانا بجري حسيت ان المقابر بتتحرك، المدافن كانت بتغير اماكنها زي لو الارض نفسها بتلف. الطريق اللي كنت عارفه اختفى، وكل ما اجري الاقي نفسي راجع تاني لنفس المدفن الملعون. الضباب زاد قوي، والجو بقى اسقع. حسيت اني تايه في مكان مش موجود. فجأة لمحت ظل طويل في الضباب، كان واقف بعيد، بس عينه كانت زي نقطتين لونهم أحمر بيلمعوا في الضلمة. حسيت إن في حاجة تانية حواليا، أشباح مش واضحة بتتحرك في الصمت. والصوت رجع، بس المرة دي كانوا أصوات كتير، زي ما يكونوا مجموعة مع بعض بيتكلموا في نفس الوقت، بيقولوا هو ده، هو ده اللي دخل، لازم يفضل هنا. قلبي كان هيطلع من مكانه، وفجأة الأرض تحتي بدأت تتهز. سمعت صوت تراب بيتحرك، زي ما يكون حاجة كبيرة بتطلع من تحت الأرض. المدفن الأسود بدأ ينور بنور أزرق خفيف، زي ما يكون في طاقة غريبة. بصيت وشفت شكل جوه المدفن، ما كانش إنسان، بس كان ليه عينين، عينين بتبصلي،
وكأنه شايف روحي. كان شكله زي جثة لابسة كفن قديم، بس وشه كان زي المراية، زي ما يكون أنا. صرخت وجريت بكل طاقتي لحد ما لقيت نفسي برا المقابر. لما بصيت ورايا، المقابر زي ما تكون اختفت. مكانها كان أرض فاضية، مفيهاش غير تراب وريحة الموت. رجعت بيتي، قفلت على نفسي الباب. كنت مفزوع، مش عارف أنام. كل ليلة بعدها كنت بسمع نفس الصوت: أحمد، أنت لسه هنا؟ كنت بحاول أقنع نفسي إني كنت بحلم، بس الرعب كان لسه جوايا. قررت أرجع للمقابر، بس المرة دي بالنهار عشان أتأكد. لما وصلت لقيت فعلا إن المكان أرض فاضية. الناس قالوا لي إن المقابر دي اتزالت من 10 سنين، وإن الأرض دي بقالها سنين مفيهاش حاجة غير الرمل. بس وأنا ماشي عيني لمحت حاجة غريبة. في وسط الأرض كان في مدفن واحد قديم من رخام أسود. قربت منه وأنا حاسس إن قلبي هيقف. كان مكتوب عليه اسمي: أحمد محمد عبد الرحمن. حسيت إن الأرض بتلف بيا. فتحت الباب الحديد وإيدي بتترعش. جوه المدفن كان في مراية، بس المراية دي ما كانتش بتعكس وشي، كانت بتعكس الشكل اللي أنا شفته امبارح، الجثة اللي ليها عينين زي عينيا. فجأة سمعت صوت الباب بتاع المدفن وهو بيتقفل ورايا. الضلمة غطتني والصوت رجع: انت دلوقتي بقيت من هنا. حاولت أصرخ بس صوتي مطلعش. الأرض تحتي بدأت تتهز تاني، وسمعت صوت خطوات تقيلة جاية من جوه المدفن. حسيت إني مش لوحدي، إن في حاجة معايا مش عايزة تسيبني. من يومها وأنا عايش في رعب. كل ما أقفل عيني بشوف المدفن الأسود. كل ما أمشي في الشارع بحس إن في حد بيمشي ورايا. والأسوأ إن المراية اللي في بيتي بدأت تعكس حاجات غريبة، مش وش الجثة. وكل ليلة الصوت يقرب أكتر: أحمد، إحنا مستنيينك. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل القصص الجديدة. سلام.